جمهورية القبائل تعلن استقلالها رسميا عن الجزائر. أعلنت حركة تقرير المصير في القبائل ماك وحكومة القبائل في المنفى أنافاد اليوم الأحد استقلال جمهورية القبائل الاتحادية رسميا خلال حفل أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، حضره وفود أجنبي وشخصيات بارزة من ماك ونفاد وسط متابعة واسعة من وسائل الإعلام الدولية. وأعلن الرئيس فرحات مهني الاستقلال بشكل رسمي، مؤكدا أن هذا الإعلان يمثل نقطة تحول تاريخية للشعب القبائلي بعد أكثر من قرن ونصف من الخضوع السياسي المفرط. واختير تاريخ 14 من ديسمبر بدقة ليتزامن مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 د 15 الصادر في 14 من ديسمبر 1960، والذي يكفل حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير ويؤسس لإنهاء الاستعمار العالمي. وأكد البلاغ أن جمهورية القبائل الاتحادية ستقوم على أسس الديمقراطية الولامركزية واحترام الحريات الأساسية، معلنة عن إرادة شعبها في إقامة دولة ذات سيادة.